الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية وردت في أطول سورة البقرة، قبل أطول آية في البقرة وهي آية الدين، ورقم الآية 281 من سورة البقرة. هذه الآية القرآنية ترسم للإنسان في هذه الحياة طريق النجاة، فتدعوه إلى التزود بالتقوى، والتقوى رأس الأمر كله، والتقوى خير زاد. لذلك وردت عديد الآيات تأمرنا بالتقوى، في مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي السنة المطهرة عديد الأحاديث، منها: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نتقي ذلك اليوم. اليوم هو ظرف زمان، ونحن نعلم يقينا أن الأحداث تقع في الأزمان، فهناك زمن مريح، زمن يعيش فيه الإنسان في راحة وهناء وسعادة وسكينة، ثم تنزل عليه مفاجآت وعوارض وابتلاءات. فاليوم ليس مجالا للعذاب كله، ولكن ربنا عز وجل يشير إشارة بديعة في هذه الآية القرآنية، فيقول: واتقوا يوما، لأن ذلك اليوم في الآخرة هو يوم صعب، هو يوم جلل، يوم الحساب، يوم العقاب. هناك تتجلى النهايات، هناك السعداء وهناك الأشقياء، هناك من يذهب إلى الجنة بالخلود، وهناك من مآله جهنم بالخلود، إلى آخر ما نعلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فإذا جرب الناس ظلم الناس في هذه الدنيا، فالله يطمئننا جميعا: اطمئنوا تماما فلا ظلم عند الله. وهذه الآية هي آخر آية نزلت في الوحي الطاهر عند جمهرة العلماء: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واسترنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.
اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم إنا نسألك الستر وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الستر وحسن الخاتمة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة